السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل تنظيف عميق للديب فريزر بتاعنا، وهعرفكم على شوية خطوات تتبعوها علشان ما يعملش معاكم اي ريحة، وعلشان كمان يفضل معاكم طول السنة نظيف، وبإذن الله مش هتحتاجوا ان انتوا تنضفوه خلال السنة خالص. تمام. مبدئيا كده جبت شوية مية وحبة بريل، والليفة بتاعتي يا ريت تكون ليفة جديدة مش مستخدمة قبل كده، يعني تكون نظيفة علشان ما توسخوليش، لان هو اصلا بيكون نضيف اصلا من جوه بنسبة 90%. انا اللي خلاني اعمل الفيديو ده، رغم ان انا لسه عامله فيديو لتنظيف التلاجة وكان تنظيف عميق والحمد لله نال اعجاب كتير من الناس، اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان انا مره واحده خلال يومين بدات الاحظ ان الاكل في الفريزر عمال بيسيح. عمل لي ميه. واستغربت جدا واضطريت ان انا اكلم حد فني، واقول له يعني ايه اللي حصل. مشيت معاه بالخطوات وكده والحمد لله قال لي على المشكله. انا برضو حابه يعني لو حد حصل معايا نفس المشكله اللي عندي، اقول له يعمل ايه بالظبط، يعني زي ما انا عملت. مبدئيا بعد ما عملت بالميه والصابون ودعكتها كويس جدا، جبت بقى حته مسحتها، وبعد كده انشفها كويس جدا جدا باي فوطه مايكرو فايبر او اي فوطه او اي قطعه قطن، لان اهم حاجه في الثلاجات او الديب فريزر الحاجات ديت الميه، ما يبقاش فيه تكوين ميه، لان الميه هي اللي بتسبب البكتيريا والروائح الوحشه، فاحنا عايزين ان احنا نشيل منها اي ميه خالص. طيب انا لما لقيت الميه ديت تلاقي الحاجه بتسيح معايا والفريزر مش بيجمد، تمام. هو قال لي بصي، قال لي على حاجتين. اولا شوفي عامل ميه من تحت، ما لقيتش ميه من تحت. قال لي طب بصي في اخرام كده من تحت، شوفي اذا كانت هي عامله تلج ولا لا. وطبعا هو كان معايا على على الموبايل، وفتحنا الموبايل والكشاف وقال لي شوفي في تلج جوه. طب قلت له ايه السبب؟ هحاول اجيب لكم الصوره دلوقتي، انا كنت مصوراها احطها لكم. قلت له ايه السبب علشان ما اخليش يعمل كده معايا تاني. قال لي في حد نسي باب الديب فريزر، ولما نسيه دخل هوا سخن جوه، فعمليه التبريد ما بقتش ايه، بردت الرادياتير من جوه او حاجه كده، يعني الجهاز اللي من جوه، فالتلج عمل عليه فما بقاش يسقع تاني جوه. هو قال لي ان احنا محتاجين ان احنا نفضي الديب فريزر خالص ونفصله لمده 24، هيكون التلج اللي هو عمله على الجهاز اللي جوه ده ساح، ونبدأ بعد كده نشغله من جديد. وفعلا الحمد لله انا عملت نفس الخطوات اللي هو قالها لي، والحمد لله يعني بدأ يسقع تاني. وهنا بقى كنت بوريكم التلج وهو موجود في الفتحات يعني. هنا كنت فصلت بقى الفيشة وبدأت فضيت الحاجة، وقلت اصوره لكم للي مثلا حصل معاه نفس المشكلة ديت وحابب ان هو يستفاد، يعمل الخطوة دي مثلا الاول، جايز بعد كده يشتغل قبل ما يجيب اي حد. خلاص تكلفة الحاجات دي لما بتيجي تتصلح بقت تكلفة عالية، فنحاول ان احنا نفيد بعض يعني. وهنا استخدمت فكرتي طبعا كالمعتاد، اي كارت عندك منتهي الصلاحية هتحطيه جوه قطعة القماش اللي انت بتنضفي بيها، وهتوصلي للزوايا والخبايا اللي ما بتعرفش توصلها الاسفنجة العادية. هنا كنت بدأت بقى ان انا امشيها، وكنت بوريكم ان هي نضفت معايا حلو جدا جدا الحتة الكاوتش ديت. وبرضو الناس اللي هي الكاوتش ده ما بيقفلش معاها حلو، كنت شفت برضو فكرة ان انت بتجيبي زي مية سخنة جدا وقطعة قماش وبتمشي بيها على الجلدة، بيقولوا ان هي بتحسن يعني ان هي تقفل معاكي. الخطوة اللي بعد كده هنجيب اي حتة عندك. انا هنا استخدمت منديل الفايبر، وحطيت عليه حبة من الخل، وبدأت ان انا امسح الجسم كله من الداخلي، يعني الجسم كله الداخلي بالخل، لان الخل بيعمل على تعقيم اي ميكروبات ممكن تكون موجودة، وبيزيل اي روايح ممكن تكون موجودة وحشة مش حابينها يعني. فبدأت ان انا امسح الجسم كله الداخلي بالخل كويس جدا. لو انت هتعملي روتين عميق لتنظيف الديب فريزر، وطبعا انا منصحش بده لانه بيبقى صعب جدا ان انت تعمليه، انك هتودي الحاجة فين، محتاجة ان انت تفصلي 24 ساعة عشان يرجع يشتغل تاني، فهو بياخد يعني مجهود طبعا، الا لو يعني حاجة باظت بعد الشر عند اي حد. فانا بنصح لو في مثلا اي درج وقع عليه او جواه اي حاجه مثلا وحابه ان انتي تغسليه،
توزعي الحاجة اللي موجودة في الدرج دوت على باقي الأدراج، وهو الدرج دوت اللي انت هتنضفيه. وطبعا بتشيليه بتنضفيه وتسيبيه لحد ما ينشف، وبعد كده بترجعيه تاني. اما بالنسبة للجناب بتاعته فهتعملي زي ما انا عملت كده، اي فوطة ومجرد خل بس، مش هتحتاجي بقى اي مسحوق، لان هو اصلا مش هيبقى الجناب دي متوسخة معاكي. ونفس الكلام اللي انا عملته في الجسم من جوه بتاع دي فريزر، برضو مش هنسى الباب، واعمل برضو الباب نفس الكلام الخطوات. غسلته كويس وبعد كده عقمته بالخل كويس جدا. انا هنا بعد ما كلمت طبعا الراجل وقال لي ان انا لازم افصل الديب فريزر 24 ساعة، بدأت ان انا الحاجات اللي باظت باظت خلاص، اما بقية الحاجة اللي قدرت ان انا يعني آه، تفضل سليمة، بدأت ان انا اوزعها طبعا على فريزر التلاجة. عايزة اقول لكم ان في نفس التوقيت برضو فريزر التلاجة كان برضو بدأ ان احنا يعمل زي ايه مية، والمية عملت تلج، وبقت الحاجات كده كأن مية نازلة من سقف التلاجة، تمام، ومتلج. وطبعا انا بنصحكم جدا لو حد عنده اطفال يخلي باله من البيبان بتاعه التلاجة والديب فريزر، الحاجات دي بقت غالية دلوقتي ولازم نحافظ عليها. بعد كده جبت الادراج وبدأت ان انا دخلتها الحمام عشان حجمها كبير طبعا على حوض المطبخ، وبدأت ان انا انزل عليها مية سخنة. المية السخنة دي بتساعد لو في اي حاجات بواقي اكل ان هي لما اجي اغسلها تتغسل بسرعة. بدأت فعلا ان انا جبت مية سخنة وبدأت ان انا اغسل فيها برضو بنفس المسحوق اللي انا كنت عاملاه، مية وشوية بريل كده وخلاص. وغسلته بعد كده، غسلته بالمية وسبته ينشف خالص خالص لحد تاني يوم. بعد ما كل حاجة نشفت، الادراج والرف وكله نشف من المية واتأكدت ان خلاص مفيش اي مية، جبت بقى رول ستريتش وبدأت ان انا اغلف بيه الادراج بتاعتي والرف اللي بيبقى من فوق بالستريتش، بحيث ان الستريتش هيحافظ لو في اي حاجة لزقت او ساحت، ان انا بتحافظ شوية ان انا اشيله على طول، ممكن وافرش واحد تاني من غير ما اغسل. زي كده بيريحني بعد كده. طب لو انا ما عنديش رول ستريتش، ممكن تحطي مناديل فايبر مثلا جنب بعض، او ممكن حتى تحطي اكياس عادية خالص تحت الحاجة، لان الحاجة ممكن انت بتبقى حاطة الحاجة معظمها بتلزق، يعني معظمها بيبقى فيها تلزيقة بتسيح شوية، يعني بتعمل كده يعني. اهم حاجة وانا بحط هنا كنت بقول لكم ان اهم حاجة ما جيش جنب الفتحات، اياكم يعني الفتحات دي هي اللي بتدخل الهواء الساقع اللي بيسقع الحاجة. فممنوع منعا بتاتا ان انا اجيب جنب الفتحات ديت اي كيس او اي ستريتش او اي حاجة سده بيها، لانه كده هيبوظ لي اللي في الدرج ومش هيسقع. وبدأت ان انا اخلص كل الادراج فرشتها. عايزة اقولك ان انا كان الرول الستريتش عندي خلص، فانا استعنت بالمناديل الفايبر. الفكرة كلها ان انا مش عايزة حاجة لما تيجي تقع لي على الجسم نفسه، بحيث ان انا مش يعني مش مثلا مش بيبقى عندك اماكن فاضية كتير او مش بيسمح لك ان انتي تقعدي تغسلي الرف كتير، لان بيبقى فيه اكل ما ينفعش ان هو يستنى بره كتير. لا، هي الفكرة كلها ان انت عايزة حاجة تشيليها تحطي حاجة مكانها نظيفة وتحطي الاكياس فيها وترجعيها تاني الديب فريزر. اخر فكرة بقى معانا عشان ما يكونش فيه ريحة في الديب فريزر ونمتص اي ريحة وحشة ممكن تكون موجودة، زي الثوم مثلا او البصل، مش عايزين يكون فيه اي ريحة كده. كنت عملت الفكرة ديت وحطيت في التلاجة برطمان نشادر. انا هنا مش هحط البرطمان نشادر لان هتحتاجي في كل رف برطمان، ولازم يكون برضو ليه فتحات علشان يمتص اي ريحة. فانا جبت المناديل دي حلوة قوي بجد، يعني بتنفع في حاجات كتير قوي. جبت المناديل اللي هي الفايبر ديت، بدأت ان انا اقطعها، وبعد كده حطيت عليها كمية من النشادر. عملت بعدد ادراج الديب فريزر، وحطيت في كل درج واحدة. وبكده انا خلصت معاكم كل الخطوات في تنظيف الديب فريزر. لو استفدتوا اعملوا لي لايك وشيروا الفيديو لكل حد عنده ديب فريزر ومحتاج ان هو يسمع النصايح ديت، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.